المشكلة مش فيك، المشكلة دايمًا في اللي حواليك، والناس اللي بتحسسك إنك أقل منهم، عشان يحاولوا إن هم يبيعوا لك حاجة. إزيكم؟ معاكم دكتور عطية. النهارده هاتكلم في مشكلة بتواجهنا كلنا كشباب وكبنات، خاصةً في السن الصغير، وإحنا ما عشناش كتير أوي في الحياة عشان يكون عندنا خبرة وعندنا تجارب أو ماضي من الخبرات المتراكمة اللي نقدر إن إحنا نستند عليه، وللأسف إحنا فقدنا قدرتنا على التفكير النقدي، إن أنا لما يتطرح قدامي فكرة أو نقاش أو أتفرّج على فيديو، أقدر إن أنا أستوعبه وأفكّر فيه، بسبب طبعًا الdoom scrolling وبسبب الbrain rot، الإحساس المنتشر إنّك دايمًا مقصّر، ودايمًا المشكلة فيك. المشكلة دي في عدة عوامل هي السبب فيها، أنا زيكم باقلّب على السوشيال ميديا برضه كتير، وباتفرّج بالاقي أنواع من المحتوى زي أنا معايا فلوس أكتر منّك، أنا معايا نسوان أحلى منّك، معايا عربيات أحلى منّك، اشترك معايا عشان أقول لك إزاي تجيب الحاجات دي وتقدر إنّك تflex على الناس بيها. طبعًا الكلام ده هجص، وأول ما بتشترك معاه بتلاقي نفسك خسرت فلوسك، ويحاول يفهّمك بقى على قناة التليجرام أو على أيًا كان المنصة اللي بينصب عليك منها إن أنت السبب وأنت اللي ما عندكش خبرة. وطبعًا العملية دي بتتكرر مع ناس كتير أوي، وناس كتير فقدت جزء كبير أوي من مدخراتها وفلوسها، خاصةً إحنا كشباب صغيرة، وناس تانية اتداينت عشان تحاول تخش السباق بتاع صناع المحتوى والكورسات بقى اللي بيقعدوا يبيعوها لنا، والproducts الscam اللي بيقعدوا يروجوا لها ويعملوا لها promotion أول بأول. وعلى رأي المثل الزن على الودان أمر من السحر، الحاجة لو طلعت قدامك مرة فكسانة، مرة تانية أمّا أشوف الcomments بيقولوا إيه، مرّة تالتة طب ما أفتح الprofile بتاعه، مرّة رابعة هتدوس على الlink وهتخسر فلوسك. دي أول حاجة. تاني حاجة بتلاقي بقى أنواع تانية من المحتوى، هي التحديات بتاعة الأكل، الناس اللي بتجيب لك 5، 6 أوردرات من بلبن. وطالع واحد قريب كده على التيك توك شاب صغير، هو لسه برضه 19، 20 سنة، اسمه محسن. محسن ده كل فكرته إن هو بيعمل لك تحدي البروتين، يقول لك أنا هاكل النهارده 2000 جرام بروتين، 500 جرام بروتين، ويطلع فعلًا جايب حلة كده مليانة فراخ، مليانة فراخ، مش فرخة فرختين، مليانة، ويقعد استغفر الله، بيعمل حاجات كده غريبة بنعمة ربنا، بيقعد يحشر في الأكل حرفيًا ومش قادر يتنفس، يقعد يقول لك وبطني وجعاني، عشان انت تتفرج وتقول ايه ده، ايه المجنون ده، هو ازاي هياكل كل ده؟ طبعا انت مغفل، وهو كمان مغفل اكتر منك، لان هو مفكر ان ده وسيله هتساعده ان هو ينتشر، وهتساعد ان الشركات بقى تشوفه ده انفلونسر فهنعمل له سبونسرشيب. طبعا الكلام ده هكس. هيجي لي بقى ناس تقول لي يا دكتور عطيه، هو في ناس لسه بتقع بقى ضحيه للهبل ده؟ الكلام ده فاضي يا ريس، ما عادش بيحصل بقى. كلام الكفته ده والتنميه البشريه ده ما عدتش بقى تصدعنا بيه، خلاص زهقنا منه. حبيبي انت واعي، انت بتفهم، مش كل الناس بتفهم. الوعي الجمعي لمعظم الناس او الاي كيو اصلا منخفض تحت ال60. معظم الاطفال اللي بتكبر دايما في جيل جديد مش عارف، هو بيشوف اي حاجه قدامه ويستهلكها. في 2 مليون مولود في مصر بس، مش في الوطن العربي كله. في 2 مليون مولود جديد بيتولدوا ويكبروا ويخشوا المدارس ويمسكوا الموبايل. اطفال بتتولد على التابلت، واي حاجه بتطلع قدامه بيستهلكها. فانا بخاطب دول وبخاطبك انت اللي في العشرينات واللي داخل على العشرينات، سواء ولد او بنت، عشان انتوا خلاص انتوا هتبقوا رجاله وهتبقوا امهات وهتبقوا ابهات وهتخلفوا، وانتوا بقى اللي هتعلموا عيالكم ان هم ما يعملوش الحاجات اللي انتوا بتعملوها دلوقتي. فابدا بنفسك. طبعا اي حد بيحاول يشهر نفسه بالسف وبقله الادب وبقله احترام لمستوى ذكاء المشاهد، لما بيكبر بيندم، بيعرف ان هو اتشهر بالطريقه الغلط وجذب الجمهور الغلط، اللي هو من الاخر شويه اطفال على ناس عواطليه، على ناس بتتفرج عليه عشان تعملوا ميمز. حد مثلا زي الجيار على التيك توك بيطلع يقعد يعيط شويه، يعمل لك شويه فيديوهات موتيفيشن، يمسح عرقه، يقول لك كلمتين كده تضحكك عشان تتفرج عليه. وهو راجل طيب وقلبه طيب وكل حاجه، بس مش لازم تهين نفسك بالطريقه دي عشان تجذب مشاهدات. فانت لما تتفرج على الناس دي، ايه ده، هو انا محتاج كل الاكل ده عشان اشبع؟ تلاقي نفسك بتفتح طلبات، تلاقي كميه اعلانات طالعه لك وصور بقى ومش عارف ايه. تفتح تيك توك تلاقي فيديوهات ريفيوهات للاكل، واحد محطوط قدامه صينيه مليانه من خير ربنا، ده اكل عيله يكفيهم 5 6 ايام، هو يقعد ياكله في قعده. فانت تحس دايما ان الموضوع ده بيغذي اللاواعي بتاعك، انك مش كفايه، انت محتاج اكل كتير، محتاج اوردر كبير، محتاج دايما الايفون الجديد البرتقاني، مش هتجيب اي لون. انت تجيب الايفون 17 برو ماكس البرتقاني، مش هجيب الابيض او الكحلي. تيجي تبص كده على الانستجرام تلاقي ناس بقى كل اجسامهم مشرخه وعضلات بطن، وتلاقي نسوان بقى عامله نحت قوام وبي بي ال وصدرهم قد كده، وتلاقي كله عايش الحياه المثاليه. فانت طبيعي لو انت اوت بريفورمر او انت اباف افريج الجيل بتاعك، هتحس برضو انا عمري ما هبقى جامد زي الناس دي. الناس دي بتعمل كده ازاي؟ تحاول تدور تلاقي ان هم وصلوا اللي هم وصلوا له ده بالضحك عليك، وان هم بيقنعوك ان هم قدروا يوصلوا للي هم وصلوا له
ده. انت متخيل؟ مش عايز اقول لكم ناس كتير قوي حياتها كلها بالايجار وايفوناتها بالقسط والعربيه بالقسط، ويعني عايز اقول لك بيقسط اجره الفيديوجرافر اللي بيصوروا عشان يعملوا الفيديو ده. فانت متخيل الموضوع وصل لايه؟ وصل ان انت تتدين عشان تبين للناس ان حياتك حلوه. كام مره بقى انت فتحت السوشيال ميديا بتاعت حد وبعد كده قابلته في الحقيقه لقيته عادي، يعني بني ادم عادي، عادي جدا واقل من العادي كمان. انت السوشيال ميديا بتاعتك هي اللي عامله لك الهيلمان ده، الكومنتس والناس الهوت اللي عمالين يعملوا لك تفاعل فبيشهروك وانت لا تستحق الشهره دي. نقطه كمان هتخليك دايما تحس بعدم الرضا وهي بعدك عن ربنا. مين اللي بيقول؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق السماوات والارض بيقول لك: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. اللي بيعرض عن ذكري يعني ما بيصليش، ما بيذكرش ربنا، ما بيصومش. الناس طبعا لفتره في رمضان عارفه انا بقول ايه، الناس اللي بتغتاب، الناس اللي بتتفرج بورن، يعني بتروج الحاجات الوسخه او تقعد تنزل ستوريز للرقصات او تعمل ريبوست او الحاجات دي، الناس اللي بتباصي لبعض الجوبات بقى والايس والمخدرات والكلام ده، انت كده بتعرض عن ذكر ربنا. انك لما تسطل واحد تاني، تسكر واحد تاني، تجيب له نوع خمر او بيره، جوب او فيب اي حاجه من دي، او تبعت له فيلم اباحي مثلا مميز هو عاجبك انت عايزه هو كمان يتفرج عليه، ما حدش يستغرب. الوساخه دي بتحصل. انت بتعرض عن ذكر ربنا. ربنا بيوعدك بمعيشه ضنك، مش شرط تكون ضنك في الفلوس، ممكن ضنك في الصحة، في راحة البال، في تعامل أهلك معاك، في بر أولادك بيك، في تعامل زوجتك معاك. هتلاقي الضنك، يعني هتلاقيه. لازم تكون فاهم إن أنت كإنسان أنت عبارة عن جسد وعقل وروح. عقلك أنت بتغذيه، أو المدخلات اللي بتخش له كل شوية، سواء عن طريق زمايلك في الشغل، اصحابك، عيلتك، معارفك، فيديوهات بتتفرج عليها او محتوى بتكونسيوم او بتستهلكه زي ده، بيرسخ جواك فكره. ده بالنسبه للعقل. للجسد على حسب الاكل اللي انت بتاكله. لو انت بتاكل تراش وعلى طول مقضيها اوردرات وبتاكل من بره البيت وبتكسل حتى تغسل طماطميه وتقطعها وبتتبطر على الاكل بتاع البيت وطبيخ والدتك او زوجتك، تلاقي جسمك بالتالي بيديك ريسبونس او رد فعل ان انت بقى عندك تثدي، نسبه دهونك عاليه، طلع لك جناب، وشك بقى ملهلط، وبقى عندك دبل تشن او خدودك بقت نازله لتحت، شعرك بيقع، وهكذا. ده بالنسبه للجسد. بالنسبه للروح، الروح بقى اللي انت مش بتغذيها بالقران ولا بالاذكار ولا بالصلاه ولا بقعده الذكر ولا بالصحبه الصالحه ولا بالخطب ولا دروس الدين مثلا اللي بتشوفها على اليوتيوب او بتسمعها في الجامع. انت لو مش بتغذي الروح دي هتاكلك كده من جوه. تحس كده انا مهما عملت انا مش مبسوط ليه؟ انا شربت خمره، انا زنيت، انا انا قاعد مع عيال روشه قوي، انا قاعد في احلى حته في مصر، انا باكل احلى اكل في احلى مطعم، انا قرفان كده ليه؟ مزاجي وحش ليه؟ بسبب ان روحك بتاكلك. روحك مش عايزه كده، مش عايزه الاستهلاك ده. الرأسمالية هي اللي عايزه الاستهلاك ده، السوشيال ميديا هي اللي عايزه الاستهلاك ده، وعايزه المشاهدات، وعايزه التكلفه، وعايزه تدفعك. لكن انت روحك عايزه الصلاه، عايزه القرب من اللي خلقها، عايزه الراحه والسكينه والطمانينه ونور البصيره. نور البصيره وفي البصر ان انت تشوف، البصيره ان انت تشوف ما وراء الامور، والرضا. وهو ده اصلا مربط الفرس واهم نقطه في الفيديو، ان انت تكون راضي عن حياتك وراضي عن اهلك وراضي عن رزقك. دايما العوامل دي كلها لو جمعتها كده مع بعضها هتلاقي جيل من الشباب والبنات اللي مش راضيين على نفسهم. تلاقي بنات بقى بتعمل بوتوكس وفيلر ونحت قوام وشفط دهون وتكبير للثدي وتكبير للمؤخره البرازيليه. هتلاقي شباب بتاخد حقن هرمونات تستوستيرون وبتابيوز الترمبلون، بتاخد سارمز وبتاخد كميه هرمونات فظيعه عشان يعمل جسم قوي يقدر يفلكس بيه على السوشيال ميديا، وانه يبين للناس التانية شوفوا انا اكبر منكم، انا اقوى منكم، انا عندي عروق اكتر. وكل المظاهر دي خداعه. يعني انت لو بطلت حقنه التست دي اسبوع واحد بس تلاقي نفسك خلاص بقيت اختها. فاهم قصدي؟ فاهم ولا مش فاهم؟ انا عامه اتكلمت على موضوع الصحه الجنسيه ده بشكل علمي عندي على القناه، فاعملوا سبسكرايب وشوفوا برضو الفيديوهات اللي انا بنزلها، هتلاقوا يعني بتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. حتى يعني في متابعين كتير ليا بنات وسيدات كبار في السن قالوا لي انت ليه دايما بكل محتواك موجه للرجاله؟ ابدا اتكلم على حاجات تهم الستات كذلك، يعني احنا جزء من المجتمع، وفعلا احنا بنعامل الستات على ان هم كائنات فضائيه، ان هم جنس كده بعيد عننا واحنا جنس تاني، او ان الستات دول بتوع المطبخ والسرير بس، انا مالكوش حاجه تانية او مالكوش لازمه تانية. وطبعا الكلام ده خاطئ. اهم حاجه في حياتك هي الرضا. لازم ترضى عن نفسك وتحاول تحسنها، ترضى برزقك وتحاول تزوده، ترضى بهيئتك وبصحتك وبأهلك اللي ربنا رزقك بيهم، وتحاول ان انت تقرب منهم، وتحاول ان انت تحسن constant improvement. هو ده اصلا الهدف من خلقك ومن ان انت تبقى خليفة في الارض، انك دايما تتحسن، دايما تتعبد، دايما تشتغل، دايما تتعلم، دايما في تطور مستمر. there is no prime، يعني مفيش قمة. there is no end point، يعني الموضوع مش نقطة معينة خلاص
انا بقيت بني ادم صالح، انا هخش الجنه. لا، لازم دايما تفضل تتحرك، ما تقعدش في مكانك، ما تستهلكش المحتوى اللي ملوش لازمه، ما تسمعش للناس على السوشيال ميديا خاصه اللي انت عارف ان هم بيضايقوك، اتفرج عليهم كده بيجيبوا لك كده خنقه وقرف. اعمل الغاء متابعه وانفولو وانسبسكرايب للناس دي، تابع اللي فعلا قلبه عليك وبيحترمك وبيحترم مستوى ذكائك. واخر حاجه واهم حاجه، اهتم بصحتك. يعني لو انت صحتك في الضياع، اي فلوس هتعملها، اي شغل هتشتغله، اي عباده هتتعبدها، مش هتحسن من صحتك، مش هتشفيك من مرضك. اسعى وخد بالاسباب، خس وادعي ربنا يكرمك، اجتهد وادعي ربنا يرزقك، بر امك وابوك وادعي ان ربنا يديم في عمرهم، لان ما يعرفش قيمه الموضوع ده الا اللي فقد حد من اهله. زي حالاتي، والدي توفى من 4 سنين، ربنا يرحمه ويرحم كل يعني اموات المسلمين، ويحفظ لكم اهلكم. احمدوا النعمه واحمدوا ربنا، وخليكم راضيين عن نفسكم، انتوا مش متاخرين. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.